ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. على فكرة انا النهاردة جاية اقول لكم على حاجة انا سمعتها. طبعا انتوا عارفين ان انتوا حبايبي، انا مش بعرف اخبي عنكم حاجة. بس بجد يا جماعة اللي انا هقوله لكم دوت او اللي انا هحكيه لكم دوت حاجة كده. يعني انا طبعا هلاقي طبعا ناس كتير داخلة وتقولي ايه دوت وازاي تقولي كده وعيب والكلام دوت واحنا اطفال بتحكي على عقولنا. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم اقسم بالله ان اللي انا هقوله ده فعلا حصل. ما بكذبش عليكم في حرف واحد. وانا يعلم ربنا ان انا هقوم حالا دلوقتي، يعني همسك سليم همرمط بيه الارض كده. اقعد في حته، اقعد في حته، خلينا نطلع. عايزه اقول لهم، عايزه احكي لهم على حاجه. وتكب ميه على ليلي. تعالي يا ليلي، تعالي يا غلبانه انتي، تعالي. بصوا يا جماعه، بصوا، تعالي ما تعمليش فيها. لا، تعالي هنا. بصوا انا هوريها لكم. بصوا، عارف لو كبيت عليها ميه انا هعمل فيك ايه؟ بصوا يا جماعه، صلوا على النبي. القصه دي قصه غريبه جدا. يعني انا لو ما كنتش سمعتها من شخص انا واثقه فيه جدا انا ما كنتش صدقت القصه دي، مع العلم ان هو وراني ورقه ما كنتش صدقته. كان في واحد شاب كده لسه بيدرس في الكليه، وطبعا في زمايله معاه والكلام دوت وبنات وهنا وهنا وهنا. 4 سنين وفي بنت. انا بقول انا ليه عايزه احكي القصه دي؟ علشان الشباب اللي سامعيني ما تعلقوش حد بيكوا قوي، واللي بيقول زمن المعجزات خلص، لا معلش، لا، لسه لغايه يوم القيامه زمن المعجزات، معجزات ربنا مش هتنتهي. واكبر دليل انا هحكيه لكم النهارده. انا عايزه اقول لكم، اول ما سمعت الموضوع دوت انا قعدت 24 ساعه ما كنتش بنام، مرعوبه، رايحه جايه على الحمام، وبصوا اعصابي بايظه ومش عارفه في ايه، مش عارفه، يعني حاجه سواد كده. ما علينا، تمام. اكذب. المهم الولد دوت كان اسمه، ما علينا برضو من اسمه. كانت في بنت زميلته كانت متعلقه بيه جدا. يوم التخرج 4 سنين وهي بتشوفه كل يوم الصبح، وهم رايحين الصبح مثلا قاعدين بيفطروا في الكافتيريا بتاعت الجامعه. هنا هو مش شايفها نهائي. هو مش في فتره ال4 سنين هو مش شايفها خالص. هي بقى مراقباه، حاطاه في دماغها. يعني بصوا زي بيقولوا كده ايه، ما ورهاش حاجه غير دراستها، وهو حب عمرها ما حبتش غيره. فكان بالنسبه لها عامل زي المرض، لا عارفه تخلص منه ولا عارفه تروح تقوله. او طبعا هي كبنت برضو محرجه ان هي تقوله مثلا انا معجبه بيك، او وهو الاستاذ يعني مش يفهم. لا، حيطه. هي بتحب في خرسانه. ما اعرفش بقى. المهم جه يوم التخرج، البنت دي توفت. بعديها بشويه طبعا محدش يعرف من زمايلها ولا هو يعرف، لان هو اساسا ال4 سنين دول هو مش متابعها اساسا، فما يعرفهاش. فتعرف على واحده بعد التخرج، وقعد 6 شهور يكلمها في التليفون وتكلمه في التليفون ويقابلها وتقابله 6 شهور. والبنت ملكة جمال. البنت اللي عرفها الشاب دوت ملكة جمال، حرفيا ملكة جمال. فتعلق بيها جدا، وهو بقى واد بقى شايف نفسه بقى والكلام دوت من هنا لهنا طلب منها الجواز. طبعا هي عايزة تبعد عنه،
هي عايزة تسيبه. ايه السبب؟ معرفش. يعني انا اول ما سمعت كده، طب عايزة تسيبه ليه ما دام هي بتعرفه بقالها 6-7 شهور؟ يمكن اكتشفت مثلا في حاجة في حاجة غريبة، معرفش. المهم حاولت ان هي تسيبه باكتر من طريقة، ما امكنش، لغاية اما طلبت منه ان هما يتقابلوا. وفعلا اتقابلوا، وجت الساعة 11 بالليل معديين من مكان فيه مقابر. قالت له بس انا هنزل عشان اقرا الفاتحة لحد هنا يخصني. فاستغرب، قال لها انتي بتهزري؟ ده انا لما بكون قاعد في البيت والنور بيقطع عليا بخاف، انتي الساعة 11 بالليل وعايزة تنزلي وتخشي المقابر ازاي؟ قالت له لا ضروري، ولازم تحقق لي الطلب بتاعي، ولو ما عملتهوش انا كده مش هتشوفني تاني. طبعا الولد متعلق بيها جدا، قال لها طب ماشي بس انا خايف عليكي، خليني انزل معاكي. قالت له لا انا هنزل لوحدي 10 دقايق، 10 دقايق وهرجع لك على طول. طبعا معرفش يقول لها حاجه ومعرفش قال لها ماشي انزلي. فتحت باب العربيه ونزلت ودخلت فعلا المقبره. 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه، اللي قلق عليها، قالك يمكن داخت، يمكن وقعت، يمكن في حاجه خوفتها جوه واترعبت زي ما انا اترعبت دلوقتي. ما انا بقول لكم والله العظيم يا جماعه، انا من ساعه ما سمعت القصه دي وانا فعلا ملمسه ارض جو. دخل وراها ما لقاش حد، قعد ينادي عليها مفيش حد، لغايه اما طلع له التربي من جوه اللي هو الحارس المقابر. قال له فين الانسه اللي لسه داخله عندك دلوقتي؟ قال له مين دي اللي داخله عندي؟ قال له لسه كانت في دلوقتي مدمزيل داخله هنا المقبره وقالت لي انا هقرا الفاتحه وجايه، وبقالها نص ساعه ما جاتش. قال له انا قاعد جوه والبوابه اهي مقفوله قدامك ما اتفتحتش اساسا، لان هو بيكلمه من ورا الباب. قال له مفيش حد لا دخل عندي ولا خرج. الشاب اتعصب عليه جدا وقال له انت ازاي بتقولي كده؟ انت لو ما قلتش دلوقتي هي فين انا هتصلك بالشرطه واجيب لك الشرطه لغايه هنا. الحارس بتاع المقبره قال له اطلب الشرطه، اطلب اللي انت عايزه، انت عامل عامله وجاي تتهمها فيا، شوف انت عايز تعمل ايه اعمله، انت عامل عامله وجاي تتهمها فيا، انا ما عملتش حاجه، روح اتصل بالشرطه. فعلا الشاب مسك التليفون واتصل بالشرطه وقال لهم على كل اللي حصل. وبعد ما قال لهم اللي حصل طبعا الشرطه جت وعينت المكان وقعدوا يدوروا والكشافات اشتغلت وقعدوا يدوروا على البنت، مفيش اي حاجه. الضابط اخر ما زهق منه هو والحارس بتاع المقبره خدهم الاتنين على الاسم. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ قال له حصل كذا كذا كذا، وهي طلبت مني ان هي تنزل زي ما انا حكيت لكم عشان مش حابه ان انا اطول عليكم. وقال كل اللي حصل. الضابط عشان طلب ان هو مثلا يوديه يعرضه على دكتور، يعرضه على حاجه، فطلب ان هو قبل ما يعمل فيه كده يطلب والد البنت عشان يشوف يعني الكلام ده ايه، عايز يعرف فيه. فعلا الضابط اتصل بوالد البنت وجابها وجابه. اسفه، قال له انت بنتك مدفونه في المكان دوت؟ قال له ايوه. قال له طب في ايه؟ فاول ما شاف الشاب عرف الشاب. قال له على فكره انا بنتي كانت زميلتك في الكليه وكانت متعلقه بيك جدا جدا جدا، وبنتي دلوقتي بقالها اكتر من 1.5 سنة متوفيه، واللي انت بتقوله دوت مش مظبوط، لان انا بنتي ماتت. ازاي بتقابلك وازاي بتخرج معاك وازاي نزلت عشان تقرا الفاتحه الناس تانية؟ انت اكيد بتتكلم في كلام مش مظبوط. الشاب اقسم لهم وحلف لدرجه ان هم جابوا قرار من النيابه علشان يفتحوا المقبره، وفعلا فتحوا المقبره
واول ما الشاب شاف البنت افتكر المواقف اللي البنت دي كانت بتعملها معاه في الكليه، ان هي مثلا وهي ماشيه من جنبه ترمي حاجه في الارض عشان تلفت انتباهه، مش عارفه ايه الكلام دوت. في قلبه وجعه لدرجه ان هو نزل المقبره لغايه عندها وحضنها حضن، يعني حضن قوي جدا بمنتهى بمنتهى العطف والحنان. يعني كان عايز يقول لها قد ايه، طب انت ما كلمتنيش ليه، ما حاولتيش تقربي مني ليه. واتاكد ان دي فعلا كانت البنت اللي كانت معاه الفتره دي ال6 شهور دول. كانت عباره عن روح. وخلاص راح الشاب، روح البيت، حكى الموضوع لاهله ودخل نام. لقاها جات له في المنام البنت بقى. بس هنا هو كان بيسأل نفسه، طب دي شكل ودي شكل تاني خالص، طب مين اللي كانت معايا، طب مين اللي كانت مين دي، طب اللي كانت في المقبرة دي انا عارفها، دي كانت زميلتي وانا ثابت عليا ان انا ابوها يقول لي الكلام دوت. طب مين اللي كانت معايا؟ جات له البنت اللي كانت معاه في خلال ال6 شهور، هي دي اللي حكيته في المنام، اللي جات له في المنام. قالت له يا فلان، انا اسفه مش هقدر اقول الاسم، يا فلان انا بشكرك جدا 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 على احلى ايام انا عشتها في حياتي، كانوا ال6 شهور دول معاك، وانا احلى حاجه انت قدمتها لي واجمل حاجه الحضن اللي انت حضنتهولي، انا بشكرك جدا جدا عليه. من هنا الولد عرف ان البنت دي الاموره الحلوه الملكه الجمال اللي كانت معاه هي دي البنت المتوفيه، وكانت عباره عن روح. وفعلا انا مش عارفه، يعني مش عارفه اقول ايه غير معجزات ربنا ما بتخلص. طبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم انتم مقصرين معايا جدا في موضوع المشاهدات وفي موضوع انا يمكن مش بفتح لايف لان انا كنت تعبانه الفتره اللي فاتت وكنت زعلانه جدا جدا بسبب حاجات وظروف انا عديت بيها الفتره اللي فاتت دي، وبنتي كانت تعبانه جامد وانا بس انتوا عارفين احنا صحاب وان انتوا عيلتي الجميله اللي انا عمري في حياتي مستغنى عنها ابدا. مهما مختفي ومهما متدايره شويه لازم ارجع تاني اخد الاكسجين بتاعي منكم. ما تنسونيش في اللايك يوميات ام مسلم ودهب، ويا رب تكون القصه عجبتكم. وان شاء الله لو حابين ان يبقى دوت انتوا تسمعوه مني على طول، يا ريت تكتبولي وتقولولي وانا جاهزه معاكم. وكل القصص اللي انا بحكيها لكم دي على فكره او المواقف دي وعايزاه ان شاء الله الفيديو الجاي انا هعرفكم بنفسي كويس قوي وهقول لكم انا مين وحياتي شكلها ايه. يمكن انا ما قلتلكوش او ما تعرفناش على بعض، بس انا حياتي كلها فيها حاجات كده مكعبله وحاجات مش لذيذه، فمش حابه ان انا اديكم الطاقه السلبيه اللي انا بخبيها في فيديوهاتي وفي حاجاتي وفي كلامي وفي تعاملاتي مع الناس. مش حابه لان انا باخد منكم الطاقه الايجابيه انتوا عشان اقدر اتحرك، عشان اقدر ان انا امشي، عشان اقدر اكمل تربيتي لاولادي. فانا بطلب منكم يا رب ما يكونش دمي تقيل عليكم، ويا رب تكون القصه عجبتكم، واشوف وشكم بخير ومع السلامه وتصبحوا على خير.